الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين به وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين له وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. أحمد الله تبارك وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره لذنبي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. أتعلق بما أودعه ربي من الرحمة في قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو الذي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، هو الذي كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سبحانه وتعالى هو الولي الحميد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله. أشهد أنه أدى أمانات دينه وبلغ رسالات ربه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فما تركنا يوم تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فاجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أمتنا هذه أمة لها قصة، لها شأن، لها حدوتة، لها حكاية، لها موضوع. لو لم تفهم هذه الأمة قصتها ستظل عبيدا للناس. هذه القصة تبدأ بقول صحابي من الصحابة يقولها صراحة، يقول: لقد كنا أذل الناس، كنا أذل الناس طول عمر هذه الأمة. قبل أن يلمسها دين الله كانت عبيدا عند غيرها.
كانوا دائما يتقربون إلى الغساسنة، إلى رستم، إلى الفرس، إلى الرومان، حتى يجدوا عندهم السند والعزة. فيقول الصحابي: لقد كنا أذل الناس فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه الأمة لا تعرف الطريق إلى عزتها ورفع رؤوسها إلا بقدر أن تحسن سجود هذه الرؤوس بين يدي ربها. وهذا الكلام الذي قاله الصحابي لم يأت به من عند نفسه، وإنما أتى به من آيات محكمات صريحات قاطعات وردت في القرآن الكريم. آية تقول: اوعوا تنسوا، تقول: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون. يا ربي، كل هذه أوصاف ذلة: قليل، مستضعفون، تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره. آواكم ربكم، آواكم وأيدكم بنصره، ورزقكم من الطيبات. هذه الأمة إنما خرجت من رحم وضع كانت فيه أذل الناس، أذل الناس. يقول ربنا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لم يكن لنا عزة، لم تكن لنا كرامة، لم نكن مثل بقية الناس. كان العربي يا إخواني يسجد في الأرض أمام ملك الغساسنة، إذا ذهب يزور العراق أو الشام يسجد أمامه. العربي يسجد أمامه. فلما رجع إلى المدينة ووقف أمام رسول الله سجد أمام الرسول. قال له: إيه اللي بتعمله ده؟ قال له: بيعملوا كده للملوك. قال له: ارفع دماغك، ارفع راسك، لا تسجد إلا لله. الإسلام هو الذي علم الناس ألا يسجدوا عن ذل لغيرهم. كيف تتقلب الأيام والدهور والعصور ويعود الناس مرة أخرى يسجدون للأمريكان مرة، وللروس مرة، وللصهاينة مرة، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن الإسلام. هل عرفتم إذن لماذا يخافون أن يعود الناس للإسلام مرة أخرى؟ لأنه سيحرم عدونا من ذلنا بين يدي عدونا. هم مستطعمين طعمه حلو الذل بتاعنا قدامهم، لذلك هم لا يريدون أن يفقدوا الطعم الحلو، طعمك وانت مذلول أمام الأمم الأخرى. أما الإسلام فإنه يصنع منك عزة، عزة. هل نريد بعد هذه العزة أن نعود لنكون كالإسرائيليين، كبني إسرائيل؟ كبني إسرائيل صب على رؤوسهم الذل صبا، لدرجة أن يقتل الرجال ويستحيا النساء. وويل لأمة تعيش نساؤها بغير رجالها، تعيش مستباحة العرض،
فرعون تسلط على الذكور يقتلهم ليحيى الإناث، رأس مالهم إنهم يتجملن لرجال الفراعنة ويسارعن في الفساد بين يدي الملأ من قوم فرعون، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، أذلهم. يجوا يفكروا، بس يفكروا، أنا مش بقول لك يؤمنوا، يفكروا. يقول لهم إيه ده؟ أنتوا بتفكروا؟ ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. أنا اللي أفكر واشرح لك في الإعلام، في التعليم، في السينما، في الثقافة، أنا اللي أفكر. أنت بتفكر لوحدك اللي أنت بني آدم ولا إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى. لو أرادوا أن يتخذوا قرارا يقول لهم أنتوا إزاي تتجرأوا تتخذ، إزاي تتجرأ تفكر وتتخذ قرار؟ إزاي آمنتم له قبل أن آذن لكم؟ فين التصريح اللي تاخده علشان تفكر وتاخد قرار؟ آمنتم قبل الإذن، آمنتم له قبل أن آذن لكم. يفكروا، يقولوا له لنا رب، يقول لهم أنا ربكم الأعلى. أنت بتتكلم عن إيه؟ هم كانت أمة تستطيع أن تفكر، ده كانت ذليلة سحيقة مسحوقة لا قيمة لها مطلقا، لدرجة إنه أكلهم وشربهم يقول لهم هذه الأنهار تجري من تحتي، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من منبعها مصدرها من تحتي. بتفكروا في إيه؟ ذل وعار. ومش مرة واحدة، فكروا شوية. لما اتولد سيدنا موسى، لما اتولد، لماذا ألقته أمه في اليم؟ لأنه كان بيقتل الذكور ويستحيى الإناث. طيب فات يجي 40 سنة وكبر موسى وأصبح نبيا رسولا وأرسل كرسول، وإذا بفرعون اللي حواليه يقولوا له أنت هتسيب موسى واللي معاه يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال لا، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. نفس الكلام القديم. يا الله، ده ما كانش سنة ولا سنتين، ده منهج عمر. ثم يا إخواني شاءت إرادة الله أن ينقذهم من الذل، يا ربي، أن يخرجهم من الهوان، ومش بسهولة. البحر أصبح أرض فعبروا عليه ونجوا، ثم عادت الأرض بحرا فأغرق الله عدوهم وأهلكه، وبعدين الموجة رمت العدو علشان يبقى نايم على ظهره فرجة للناس. أعزهم بعد ذل، وإذا بهم بمجرد أن ينجوا من الذل يرجعوا يطالبون موسى مرة أخرى: نريد أن نعود إلى الذل من جديد، لن نصبر على طعام واحد، ما نقدرش نعيش كده، شوف لنا حل. ولذلك قال لهم: طب اتفضلوا بقى، اهبطوا مصر، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة. يخرجهم ربهم من الذل فيرفضون أن يخرجوا من الذل، ويريدون أن يعودوا تحت أقدام عدوهم من جديد. فكان جزاؤهم من جنس تمردهم، ضربت عليهم الذلة والمسكنة. هل نريد لأمتنا أن تعيش بأخلاق بني إسرائيل،
تعيش أخلاق الذل والمسكنة، ونحن نرى أمة بني إسرائيل التي قال لنا نبينا هتمشوا زي ما مشوا بالضبط، كل مصيبة عملوها هتعملوها. قال لتتبع صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم، طريقهم اللي مشوا عليه، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه وراءهم. فزع الصحابة، قالوا له مين دول اللي قبلنا؟ مين دول اللي قبلنا؟ هم اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ مال مين هم دول؟ نحن أمة إذن ما لم تتمسك بشرع ربها ستسير على نفس منهج الذل والمسكنة والعار والضياع، ما لم تعلم أن الإسلام إنما جاء ليلمسها هكذا، يلمسها ليحيي فيها. شوف انظر إلى الآية، ليحيي فيها شيئا كان ميتا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخرجت منين؟ أخرجت من جواك، هو ما بيطلعكش من الأم. انت ما بتطلعش من مغارة، ما بتطلعش من مصباح علاء الدين السحري، وإنما يستخرج الله عزة الأنفس من داخل الأنفس فيجعل أمة عزيزة، أمة ماجدة لا تتعلق بما في يد عدوها عشان يلعبها. لذلك يا إخواني، نحن اليوم رسالتنا ليست أن نتكلم في خلاف أو في تفاصيل، وإنما رسالتنا، ويشهد ربنا، رسالتنا أن نلمس هذه الأمة بنفس ما لمسها أول مرة فأعادها عزيزة. إنما الأمريكان مستطعمين قوي إنه بيرمي لك شوية حاجة من على الترابيزة السفرة، من على المائدة، شوية فتافيت تقع فيشوفوك وانت بتسجد وتركع عشان تاخد الفتافيت اللي وقعت ومسميها المعونة، مع العلم أن بلدا كفلسطين المحتلة يسيطر عليها الإسرائيليون ما تقدرش تاكل وتشرب. شوف أنا بقول لك إيه، ما تقدرش تاكل وتشرب وتعيش إلا من خلال أرضك أنت، إلا من خلال الترعة اللي اسمها خليج العقبة. دي من أرضك، دي مياه إقليمية بتاعتك، من حقك تقول مش همشي حد منها. لو منعتهم يمشوا فيها ما يعرفوش يصدروا كوباية إزاز ويموتون. ومع ذلك جيلا بعد جيل، عبد الناصر والسادات ومبارك يوقعون جميعا على حق الملاحة في المضايق وفي خليج العقبة وفي البحر الأحمر اللي هي مياه بتاعت بلدنا إقليمية، علشان اليهود دول ياكلوا ويشربوا ويعيشوا ويتنغنغوا. يوم يوجد شعب عزيز، دول هيبقوا عارفين ان المعونة الأمريكية مش ذل لنا، هيبقوا عارفين أنهم هم الذين يسترضون الشعب المصري، يقولوا له اعمل معروف، ما تغضبش علينا وإلا سنموت. إنما عشان النصابين اللي عاشوا طول عمرهم يخدعونه، يطلعك ضعيف وذليل وما تسويش 3 تعريفة، عشان يكبر الشيخ اللي سنه 70 و80 سنة وحاسس انه انا ارفع دماغي ازاي قدام دماغ الامريكاني والاسرائيلي والياباني والالماني. لا يا اخواني، في يوم من الايام، واحفظوا هذا الكلام، لان من يعيش ذليلا يبعث يوم القيامة مقيتا الى الله. الله لا يقبل على عبده ان يعيش ذليلا للبشر ابدا.
أبدا. لذلك في يوم من الأيام أبو عبيدة ابن الجراح، عامر ابن الجراح، أمين الأمة، لا أمير المؤمنين، داخل لابس ثياب يعني مش فخمة ولا حاجة، وداخل راكب جمل ماسكه للغلام، مش راكب، عمر ماشي على الأرض والغلام هو اللي راكب، وجات شوية وحلة، شوية طين، فقال له كلام معناه يا فندم، يا فخامة الرئيس، يا أمير المؤمنين، اركب ال20 متر دول علشان الوحلة ما تخليش ثيابك فيها طينة، احنا داخلين على ناس. والحقيقة ده كلام شرعي، الكلام اللي قاله أبو عبيدة ده كلام شرعي مظبوط. إنما العجيب أنهم يروون أن عمر بن الخطاب قال له كلمة، قال له لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو حد غيرك كان هو اللي نطق بالكلمة دي بس، إنما أنا مش عارف أتكلم معاك، أنت مش عارف أرد عليك. يمكن لو حد غيره امسك المسطرة اللي في إيدي اللي اسمها الدرة دي، مسطرة كده زي مسطرة المدرس، واضربه بيها. إنما اللي انت قلته لقد أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فيا إخواني، تلك اللحظة التي نعيشها إنما هي لحظة فاصلة، فاصلة، إما أن نعود أعزة كما أعزنا الله بالإسلام، وإما أن احنا نغطس 60 سنة أخرى تحت الذل والعار والهوان، ونجدد عصور هوان بني إسرائيل. ويوم القيامة، يوم القيامة أسئلة عنيفة عن الذل. أنا حر يا أخي، أنا عايش في بلدي، بصلي الحمد لله، بصوم، مش دي أركان الإسلام، وبزكي وبطلع حج. أنا حر بقى أقعد أعيش زي ما أنا عايز، أنت مالك؟ فإذا بالقرآن في سورة النساء، ولو سمحتوا ابقوا اقروا المصاحف شوية، مش في رمضان بس، اقروا المصاحف. تأتي الملائكة على صحابة يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويشهدون الشهادتين، لكن لحظة الوفاة تعالوا كنتوا عايشين أذلة ليه؟ بس بيحاسبوهم على الذل، بيحاسبوهم على عدم التمكين بس فقط. أركان الإسلام بيؤديها لكنه سايب الموضوع. قال له الكلام ده، قال فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، كنا غلابة يا بيه، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لهم ولا ده ينفع، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، وإذا بالقرآن يقول فأولئك مأواهم جهنم. جهنم إيه يا عمي؟ جهنم إيه؟ دول صحابة. انتوا معايا؟ سيبكم الناس اللي شايلين حاجة وجايين بيعملوا شغل، خليكم معايا. دول صحابة بيؤدوا الأركان، تقول لي مأواهم جهنم وهم بيصلوا ويزكوا ويصوموا ويحجوا لمجرد أن يقبلوا تغول عدوهم عليهم. آدي الإسلام الذي لمس أمة فصنعها وأحياها. هذه رسالتنا اليوم، هذه رسالتنا اليوم. رسالتنا هي قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول من تضعضع. عارف تضعضع يعني ايه؟ واحد فقير واقف قدام غني،
فقاعد يفرك في ايده يا فندم ومش قادر، عايز منه ياخد 10 جنيه اللي في جيبه، ياخد بقشيش حلو، يقول له خد اكل، خد الجلابية دي لابنك. يقول من تضعضع لغني لغناه، يعني بسبب غناه رغبة في ما عنده من الغنى، من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه. تلتين الدين يطيروا في رعشة الذل يا إخواني، تلتين الدين يطيروا في رعشة الذل بين يدي العبد، فما بالك بمن يعيش أمام الأمريكي والإسرائيلي لا يرفع رأسا. ذلك هو ديننا وتلك هي رسالتنا. أسأل الله عز وجل أن يبلغ قلوبكم ما لم أستطع أن أصل إليه مما أريد لهذه القلوب، أن تحيا به من دين الله عز وجل. ولعلي بعد الصلاة إن شاء الله يكون لي مع حضراتكم شيئا من الإيضاح أوضح به أكثر إذا كانت المعاني ما تزال مبهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، في مساء هذا اليوم ستحتفل الكنائس الشرقية بميلاد السيد المسيح عليه السلام. ومن عجيب الأمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الأيام على بلادنا وهي في نعمة لا تخرم فيه استقامتها ولا تحيد فيه أبدا عن رضوان ربها عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي هذا البلد من كل مكروب وسوء، وأن يربط بين أهلها يا رب العالمين بما يدرأ الفتن عنهم أجمعين، وأن يهدينا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه دينا وهدى واستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وميلاد المسيح يا إخواني في ديننا آية كبيرة جدا من آيات الله. وسبحان الله، عندما ينطق المسيح بمجرد ميلاده بأنه عبد الله، فإنه بالعكس أنت ترى روائع الآية، أن الله خلق العباد من أب وأم، ولكنه خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى، وخلق حواء بلا أنثى، فلم يبق إلا أن يخلق بشر بغير ذكر بغير أب. فكانت إكمال منظومة الآية هو أن يولد المسيح عليه السلام من أنثى بلا أب بلا ذكر. المسيح هذا في ديننا ركن ركين، لدرجة أنه من المبشرات أن ينزل في آخر الزمان، لدرجة أنه من المبشرات أنه لن تقوم الساعة حتى يؤمن به من كان يكفر به. ولذلك فلولا أن الإسلام لا يحتفل حتى بيوم، يعني هكذا هو الراجح، حتى بيوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بيوم مولد الإنسان منا، ولكن رحمة الله بالعالمين
تجعلنا نعلم أن من يفرق بين نبي ونبي لا يدخل الجنة. مهما آمنت بمحمد لا تدخل الجنة إلا إذا آمنت بموسى وعيسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح وكل أنبياء الله. لذلك فنحن لا نفرق بين أحد من رسله، ونقول هذا مش بس نؤمن به، لا بل نقول لا نفرق بين أحد من رسله. وفي نفس الوقت نعلم أن وراء الحدود، وأنا رأيت ذلك بعيني، من يتربص ببلدنا ليجعل الفتن فيها متواليات، والله عز وجل لا يرضى بهذا. لذلك كلنا لأننا نؤمن بعقيدتنا نريد أن نسد الأبواب أمام هذه الفتن تماما، وأن نعبد الله عز وجل بسنة النبي التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم. أنا والله دائما أعجب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وفيها يهود، لما أول عيلة من عائلات اليهود نقضت العهد وغدرت، خرج العيلة التي نقضت وغدرت ولم يلمس بقية اليهود في المدينة. سبحان الله، ما قالش يلا اليهود كله. لذلك تلك العدالة هي التي جعلت الإسلام يدخل البلدان فيؤمن الناس. أنا قابلت في مدينة سان فرانسيسكو في أمريكا شاب لا أنسى شكله وسمته أبدا. لقيته راجل زي إخواننا الكرام كده، لابس طاقية وجلبية ولحية طويلة، وفي جيبه سواك الظاهر، وعلى جبهته علامة السجود. فتعرفت به فإذا به أمريكي. قلت له متى أسلمت؟ فقال لي على فكرة أنا يهودي أصلا، وأبويا وأمي يهود، ولكني أسلمت لأنني عرفت. طب عرفت إزاي؟ بيقول أردت أن أدرس القضية الصهيونية. كل ما يقرأ في قضية قوم يقول ده نصابين، بيقول على بتوع إيه ده نصابين، وكلما قرأت وجدتهم غاصبين. قلت طب لما أقرأ الإسلام بقى اللي احنا بنعاديه ده، بيقول فانبهرت وأسلم، وهو لا يزال موجودا حتى الآن. الكلام ده كان من 10 سنوات وهو لا يزال موجودا هناك. فنحن يا إخواني أصحاب دين مشى رقراقا لا يتجاوز عقائديا ولا عباديا أبدا، ولكنه أيضا يعرف كيف يجمع الناس على أن يكون بينهم ما سماه القرآن. احنا مش بنألف من عندنا، وإنما يقول الله تعالى البر. عارف بر الوالدين كده؟ يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، زي بر الوالدين، وتقسطوا إليهم. دي تعبيرات قرآنية. فلما انت بتبذل البر إلى المخالف لك في العقيدة، أنت تبذله لأن القرآن، أنت بتقف تصلي تقول أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فأنت تفعل ما جاء في القرآن. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يبصرنا عقيدتنا، وأن يرفع أمرنا يا رب العالمين، وأن يرفع خسيستنا، وأن يجعل عملنا توكلا على رب العالمين، ويقينا برب العالمين، ورضا من رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، صغيرها وكبيرها، وعظيمها وحقيرها، وما بين ذلك منها، ما علمنا منه وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا
واغفر لنا مغفرة عزما لا تغادر لنا بها ذنبا. اللهم اجعل أكرم أيامنا يوم نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين. وسع لنا قبورنا مد أبصارنا ولا تضيقها علينا فتختلف فيها أضلاعنا. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا مضيعين، برحمتك على الجادة حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ألف بين قلوبنا واشدد عزائمنا وانظم صفوفنا وطيبنا لبعضنا برحمتك أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر